السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوجدوا واحد الكيك عائلي كيجي رائع، كيجي غزال، كيجي منعش، يعني شي حاجة توب. غزال يعني غير كمية بسيطة كنصايبو تبارك الله ما شاء الله، كنصايبو كمية كثيرة ديال الكيك. يعني انا خليط واحد خرجت منه جوج ديال الكيك. عندي 4 تاع البيضات، يعني ماشي كبار، غير حجم صغير. اللي كان عندكم كبار استعملوا غير 3 ديال البيضات. والبيض ديجا يكون خارج من الثلاجه باش كيطلع معاكم الكيك. الا كان بارد ما كيطلعش الكيك. صافي هرست البيض هكا، غادي نضربو مع كاس وربع تاع السكر. هذاك الكاس راه كيهز ليا كاس وربع تاع العنبه، قياس العنبه. صافي اي حاجه كنديروها كنضربوها، يعني غير بالفويه هكا او خلاط كهربائي، او باش ما بغيتو اللي بغى يسهل لكم المأموريه ديالو. صافي درت واحد الكيس فانيلا، لا عندكم الفاني سائله ديروها. انا درت ساشي تاع الفانيليا فاني. وصافي غادي ندير كاس تاع الزيت ما مملوش بزاف، كاس لاروب تاع الزيت. يعني هاد الكميه هاد المقادير اللي درت راه تبارك الله ما شاء الله، غادي تشوفوا في الاخر الفيديو. راه كميه كتير عطاتني تاع الكيك، راه درت لي طاوه كبيره ودرت هذاك الكيك شوكولا اللي كيبان لكم في التسويق. صافي زدت الزيت كان بشويه بشويه وانا كنخلط كندرب هكا. ودرت اي حاجه كنديرها كندربها، نتوما كتشوفوا معايا في الفيديو. درت 2 معالق تاع الكاكاو والمر، وفي الاحسن لكان في نوعيه جيده. ودرت كاس وربع تاع الزيت. راه بزاف اللقطات تحتفوا ليا، سمحوا لي بصافي وانا غنشرح لكم هكا هضره. صافي درت كاس وربع تاع الحليب تا هو دخلته هكا بالفويه كنخلط. ومن بعد زدت كاس وربع تاع الماء طيب. هذاك راه فيت الكاس العنبه. كاس وربع تاع الماء طيب راه كيحرقني في يديا. وغير بشويه بشويه باش ما يطيبش لكم البيض، غير بشويه بشويه نتوما كتدربوا. صافي بلي ضربت هذوك العناصر كاملين. دابا غادي ندوزو للدقيق. الدقيق راه على حسب الخليط، على حسب الكيك راه ما خاصوش تكون ثقيل بزاف. هو راه ماشي لي مادلين، ما خاصوش يكون خفيف وما خاصوش يكون ثقيل. انا تقريبا هزت ليا شي 4 الكيسان ونص تاع العنبه، الا بغيتو القياس هكا بالكاس العنبه. والدقيق راه ديجا مغربل باش كيطلع لينا الكيك. كنتفادوا دوك الكويرات تاع هكا تاع الدقيق. صافي كنزيد شويه بشويه الدقيق وانا كندخل في الكيك هكا. صافي غادي تشوفوا معايا القوام تاع العجين كيفاش كتوليو تكتبوا هكا 8. راه الكيك ديالكم ما يكونش ثقيل. هانتوما غتشوفوا القوام والكثافه تاع العجين كيفاش دايره تاع الكيك هذا. وصافي وزدت هنايا 3 تاع لي ساشي تاع الخميره بيكين باودر، خميره الحلويات. وغادي ندير معلقه، هذيك المعلقه راه عندي ما كبيراش بزاف، تقريبا معلقه كبيره تاع الخل. اي خل عندكم ديروه. كنخليهم حتى لاخر لحظه باش داك التفاعل تاع داك الخميره ما يمشيش حتى لاخر لحظه. عاد كندير الخميره مع الخل. وصافي وغادي ديجا المول دهناه بالزيت او الزبده ورشه بالدقيق، لا هو لا داك المول تاع الالومنيوم. وصافي دابا غادي ندوز نخوي في المول في لاطه وفي داك المول. وغادي نشعل عليه الفرار، درتو يسخن ونقصت عليه وخليته. راه هاد الكيك اللي كيكون فيه هكا تاع شوكولا ديما كتردوا مع البال باش ما يتحرقش ليكم. كيبان لكم ولكن ورا دغيا كيوجد. صافي كتتكوا فيه غير كيغدو. لا طلع لكم ناشف شي عود شويه، الا طلع ناشف راه الكيك ديالكم موجد. وصافي دابا غادي ندوزو للطبقه الرئيسيه للتزيين. الطبقه الثانيه راه عندي انا، راه تحذفوا لي الفيديوهات ولكن غادي نقول لكم سمحوا لي وصافي. ولكن نتوما راه ديجا عارفين
الكيكه طبقات، راكم عارفين المقادير ديالو كيفاش دايرين. كنسرح باش يجيني الكيكه كامل متساوي في الطاوه، وديروا شي عود الشواء توا ودوزو هكا باش كتقاد لكم داك العجين في داك المول او طاوه او اللي كان. من بعد كان غادي ندوز ندير ايطرو لارو تاع الحليب، حتى ايطرو بغيتو تجيكم عالي ديروا حتى ايطرو ربع. انا حليب مجفف والماء عبرت ايطرو لارو ودرت معلقه تاع كريم باتيسري، ودرت معلقه تاع النشا. يعني بغيتو اللي بغيتو ديروه عندكم النشا ديروها، عندكم كريم باتيسري ديروه، ما عندكمش كامل ديروا الدقيق الابيض ديروه، وديروا شي شويه باش حقاش كريم باتيسري كيجي واحد المذاق فيه كيعجبني انا، كنفضلوا على النشا الذره. وصافي السكر على حسب الذوق. انا درت تقريبا شي كاس لاروب في هاد التحليه هذه اللي غندير فوق الكيك. صافي راه تحدف ليا فوق البوطه لا هو لا الطبقه الاخرى تاع فلو. صافي بعد ما راكم نتوما عارفين كديروا فوق النار تكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد لكم ديك الكريمه. شوفوا الكيك تبارك الله ما شاء الله كيفاش كيجي غزال وكيجي هشيش، كيجي فتي يعني، وكيكه تبارك الله ما شاء الله طالعه. شوفوا العود كيفاش طالع ناشف. راه الكيك ديالكم صافي راه وجد. بالنسبه للمبتدئات يقولوا راه مازال ولا شي حاجه، راه دغيا كيطيب الكيك تاع الشوكولا. صافي غنخوي الكميه هنايا كامله تاع هذاك هذا ولا مش طالع راشي. غنخوي هاد الطبقه الثانيه وغادي نخليها غير في سطح العمل، وغادي ندوز نصايب فلون. اي فلون نتوما كتفضلوا. انا درت داك فلو داك الصغير درتو في كاس تاع الماء، ودرت كميه تاع السكر ودرتو حتى غلا راكم عارفين، وسقيت به الكيك ديالو. هانتوما غادي تشوفوا معايا. صافي هذا الكيكه درت ليها حتى هي معلقه تاع الكاكاو وكاس تاع الحليب شكلاطي في الاحسن يكون نوعيه جيده. وصافي درتو حتى حتى عقاده الكريمه ومعلقه تاع النشا حتى عقاده الكريمه، وخويتها فوق هذيك الشوكولا. نتوما راه عارفين انا نقول لكم انا تحذفوا لي الفيديوهات، سمحوا لي ما عرفتش كيفاش كنت كنصور، ولكن ما جاني ستوكاج ومشى ليا فاش كنت كنطيب داكشي فوق البوطه. صافي هنايا هاد الفلو راه قلت لكم في كاس تاع الماء والسكر، ودرتو خويتو ودرت البنان. يمكن لكم نتوما ديروا اي ديسر عندكم، ما بغيتوش ديروا الديسر بنان ولا شي حاجه ديروا غير داك الطبقه تاع الفلو هكاك، وديروا فوق منها كراميل كتجي غزاله. وها نتوما الشكل ديالها النهائي كيجي رائع غزال. الى عجبكم الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من اللايك والبارطاج، وبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا، الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.